شيخ شريف، مرحبا بك. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. قطعت رحلة طويلة ربما منذ 20 ساعة وأنت في الطريق إلى هنا. الله يسلمك. نشكرك على المشاركة معنا في بلا حدود وفي الجزيرة. أود أن أسألك في البداية عن الحدث الذي سيطر على الأخبار أول أمس، وهو محاولة اغتيال الرئيس الصومالي المؤقت عبد الله يوسف أحمد في بيداوة أمام البرلمان المؤقت أول أمس. من له المصلحة في التخلص من الرئيس؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أولا قبل الإجابة عن سؤالك أستفيد من هذه الفرصة لأحيي جميع المشاهدين والصوماليين أيضا، وجميع الدول الإسلامية والدول المحبة للسلام والأمن والاستقرار والعدالة. إجابة على سؤالك، أكيد هناك من يريد أن لا تستقر الصومال ويرى أن ذلك يجد مصلحة له، منها دولة إثيوبيا ومنها دول كثيرة قد تكون أمريكا ضالعة فيها. وأيضا لماذا إثيوبيا وأمريكا؟ طبعا الاستقرار الموجود الآن يحسب للمحاكم الإسلامية، وأكيد أمريكا عندما تسمع إسلام لديها حساسية من الإسلام بلا شك. أما إثيوبيا لها علاقة عدائية تاريخية تجاه الصومال منذ 500 قرن. 500 عام طبعا. نعم 500 عام. فأيضا الذين كانوا في لكن الرئيس محسوب على إثيوبيا وله علاقات وثيقة بالإثيوبيين، ويقال أن هذه العلاقة تلعب دورا كبيرا في وجوده وفي استقراره. فما مصلحة إثيوبيا في التخلص من حليف لها يضمن لها شيئا من الاستقرار مع دولة العلاقة معها غير مستقرة هي الصومال؟ إثيوبيا أصلا هي لا تريد شخصا وإنما تريد مصالح، ومن المعلوم أنها كانت دائما تركب على واحدا وتنزل منه، وتريد أن تدخل قوات إثيوبيا لداخل الصومال جديدة، يعني الموجودة فيها غير كافية لها، وتريد أن تعمل غطاء من دول الإيغات، ولذلك يجب أن يكون هناك عدم الاستقرار وأن تحدث هناك. يعني أنت توجه الاتهام مباشرة إلى إثيوبيا في محاولة اغتيال الرئيس؟ أقول مثلا يعني من احتمال كبير جدا. نحن عندما نتحدث عن من له غرض في ذلك، يعني في أول القائمة ستطلع إثيوبيا. ولماذا لا يكون هناك طرف صومالي له مصلحة في تصفية الرئيس؟ يكون، لكن مصلحة هؤلاء قد قليلة، لكن مصلحة وأطماع إثيوبيا أكبر منها. لكن أنت هل بهذا الاتهام إلى إثيوبيا في محاولة اغتيال الرئيس تريد أن تبعد الاتهام عنكم أنتم في المحاكم الإسلامية، حيث أنكم متهمون أنكم وراء هذه المحاولة؟ أبدا أبدا، ليس هناك أحد يتهمنا بذلك، وأعمال المحاكم واضحة ولن تعمل مثل هذا العمل. وتعلم أن المحاكم الإسلامية تجري مفاوضات مع الحكومة، ولولا رغبة المحاكم في التفاوض ما كان حدث. علاقتكم سيئة بإثيوبيا والرئيس حليف للإثيوبيين، وبينكم وبين الرئيس مشكلات. ما الذي يدفع التهمة عنكم؟ نحن نعلم أن هناك جهات عديدة داخلة في هذا الاتهام، منها الآن يعني نشرة جديدة طلعت في بعض الجرائد في أوروبا. هناك شركات أجنبية، شركات أمريكية، شركات بريطانية اتفقت مع عبد الله يوسف بأن تعمل مثل هذه الأعمال. أي أعمال؟ أعمال القتل، أعمال الفوضى. حتى الرئيس نفسه يحاولون قتله؟ والله لا نعلم. هذه الشركات ما مصلحتها في ذلك؟ مصلحتها قضية الصومال، يعني دائما كان التدخل الأجنبي هو الذي أوصل إلى هذه المرحلة. لديكم مشكلة مع الرئيس أنتم في المحاكم الشرعية، ما هي مشكلتكم مع الرئيس؟ نحن ليس لدينا أي مشكلة، المشكلة هي مشكلة الشعب الصومالي وليست مشكلتنا نحن. ما طبيعة مشكلة الشعب الصومالي؟ الشعب الصومالي لم يفوضكم في الحديث بإثمه إلى الآن. الشعب الصومالي فوضنا ويحتاج إلى أمن واستقرار وإعادة أمل. يعني تعتبرون أنفسكم الآن تمثلون الشعب الصومالي؟ نعم. وماذا عن الحكومة والرئيس؟ الحكومة والرئيس تعلمون
كيف تم انتخابهم وأين انتخب وماذا عملوا، هذا شيء واضح. يعني هم صوماليون أيضا. نعم، المحاكم الإسلامية الآن لديها أكبر تأييد من الشعب الصومالي. هل معنى ذلك أنكم تريدون التخلص من الرئيس وتعتبرون وجوده غير شرعي؟ لا أبدا. وجوده غير شرعي؟ لا، لم نقل هذا. وجود الحكومة غير شرعي؟ شيء جاء بضرورة، شيء جاء بالضرورة. هل الضرورة لازالت قائمة في الحاجة إليه؟ والله من المفترض أن تكون الآن هناك تسويات جديدة. الأوضاع تغيرت. بين من ومن؟ الأوضاع تغيرت. هذه التسويات بين من ومن؟ في ظل الظروف التي أنشئت الحكومة فيها، يعني لم تعد موجودة، وأيضا الحكومة لم تستطع أن تقدم شيئا للشعب الصومالي. لماذا لا تسمحون للرئيس أن يتواجد في العاصمة مقديشو التي تسيطرون أنتم عليها الآن؟ فليأتي إلينا أهلا وسهلا ومرحبا به. هل دعوتموه قبل ذلك أم أن هذه نعم دعوة توجهوه؟ نعم دعوناه مرارا ومرارا. ومن يوفر له الأمن والحماية؟ هو بين أهله وذويه. هذه كلامات إنشائية، لكن هل أنتم كمحاكم شرعية لديكم الاستعداد لتحمل المسؤولية الأمنية للرئيس إذا انتقل من بيداوة إلى مقديشو؟ نعم. تتحملون هذه المسؤولية؟ وتكونون مسؤولين أمام الشعب الصومالي عنها؟ نعم. هل تعتبرون قوة منافسة أو موازية لقوة الرئيس والحكومة؟ أنفسنا. أنتم المحاكم الشرعية. المحاكم الشرعية هي عبارة عن تجمع الشعب الصومالي. يعني هذا الشيء في نوع من الغموض شوي. نعم. هناك فرق ما بين الشعب وما بين الإدارة التنفيذية التي تدير الدولة. نعم. هل أنتم الآن إدارة تدير الدولة؟ المحاكم يعتبر إدارة شعبية. هذه الإدارة الشعبية ما هي مكوناتها؟ من أنتم؟ من أين جئتم؟ ماذا تريدون؟ أولا المحاكم الإسلامية ظهرت بعدما كثرت الفوضى والقتل والنهب والاختطاف، وأنشئت المحاكم الإسلامية من قبل رؤساء القبائل، العلماء، التجار، الشباب، النساء، اجتمعوا كلهم واختاروا بأن تكون هناك محاكم تعمل في مجال الأمن والقضاء وما إلى ذلك. ما طبيعة الدور الذي أنشئت المحاكم لأجله إذا هي أسست من قبل القبائل ومن قبل المناطق التي الشعبية المختلفة أو طبعا القبائلية؟ هناك حاجة للمحاكم، وتطورت المحاكم الإسلامية إلى أن وصلت إلى هذه النتيجة. هل كل من يعمل في المحاكم من القضاة والشرعيين؟ المحاكم فيهم شيخ القبيلة، فيهم التاجر، فيهم المتعلم، يعني كل واحد يريد أن يعمل في هذا المجال مفتوح له ومتروك له بأن يعمل حسب قدراته وإمكانياته. هل الإدارة التنفيذية والإدارة الرسمية للمحاكم هي الإدارة الأساسية التي تحكم مناطق القبائل؟ نعم. وكنتم أنتم الحكام الرئيسيين للمناطق المنتشرة في الصومال خلال الفترة الماضية؟ طبعا هناك إدارة الشورى، يعني لجنة الشورى وإدارة تنفيذية. هل منتخبة أم معينة؟ يعني انتخب، لكن الانتخاب لم يكن بهذا الطريق الذي يعرف الآن. من أين تستمدون قوتكم؟ من الشعب الصومالي ومن الله سبحانه وتعالى. الشعب الصومالي ما الذي منحه إياكم؟ ما الذي منحكم؟ يعني أنت تقول تستمدون قوتكم من الشعب، ما الذي منحكم الشعب حتى تستمدون قوتكم منه؟ المهمة الذي أوكل إلينا لما نجحنا فيها، يعني أعطانا الثقة ووقف معنا. المحاكم بدأت في العام 93 كبدايات. نعم. يعني قبل أكثر من 13 عاما، لكنها أخذت نفوذها قبل سنوات قليلة وانتشرت بشكل كبير جدا. نعم. من يقف وراء هذه التجربة؟ التجارب التي مرت على الشعب الصومالي كثيرة، فكانت التجربة الوحيدة التي نجحت في الصومال هي تجربة المحاكم. لذلك ما هي الأسباب التي أدت إلى نجاح؟ الأسباب طبعا الثقة المتوفرة في القائمين بالعمل، والخبرات التي يعني كلما تنشأ محكمة ستكون هناك يعني خبرات متكررة. هل أنتم متطوعون أم أنكم تتقاضون مقابل لما تقومون به؟ متطوعون ومقدمون أنفسهم
عمل في هذا المجال. هل أنتم متفرغون للقيام بهذه المهمة، مهمة المحاكم وإدارة المناطق؟ الأغلبية متفرغة، لكن هناك الذين يعملون بصفة غير رسمية. ما هي الأعراف التي تستندون عليها في إدارة الدولة؟ هل هي أعراف دستورية معينة، أعراف شرعية، أعراف قبلية؟ ما هي المرجعية لك؟ المرجعية هي مرجعية الكتاب والسنة. يعني المرجعية إسلامية؟ نعم. كيف يكون هناك شيخ قبيلة وهناك تاجر وهناك كذا وهم ليسوا فقهاء حتى يحكموا؟ المسألة الدينية يفوض إلى الذين يعرفونها. يعني معنى ذلك أن هناك أحكام تتعلق بالعرف تصدر من هذه المحاكم؟ لا أقول عرف، وإنما يعني على حسب الشريعة الإسلامية، على رؤى الشريعة الإسلامية. القبائل كلهم اتفقوا أن يكون المنهج المحاكم الإسلامية منهجا شرعيا إسلاميا. من هي القوى التنفيذية التي تقوم بتنفيذ أحكام هذه المحاكم؟ طبعا هناك إدارات تنفيذية، إدارة قضاء يعتبر المجال الموجودون في القضاء يعتبر مجال تنفيذي، القوات يعتبر في مجال التنفيذي، الإداريين يعتبر في مجال التنفيذي. معنى ذلك لكم مباني ومؤسسات وإدارات مختلفة؟ هناك إدارات مختلفة وهناك أماكن كثيرة نعمل فيها. هل المحاكم كلها على منوال واحد تسير؟ هل أنتم يعني جمعتم أنفسكم أم أنكم كما توصفون لا سيما من الإعلام الغربي عبارة عن مجموعة غير متجانسة ومجموعة من يعني لا أريد أن أصف بعض الأشياء التي قرأتها، ولكن مجموعة غير متناغمة وغير متناسقة؟ جئتم في فترة تاريخية كان هناك عصابات فيها تحكم الصومال، والظرف التاريخي فقط هو الذي مكنكم من هذا. ما يتمناه العدو. المحاكم متجانسة ومتوافقة ولها إدارات تتخذ قرارات وتنفذ. من أين لكم التمويل؟ التمويل يأتي من الشعب الصومالي. الشعب الصومالي فقير وعنده مجاعات. نعم. من أين يمول؟ من أين عايز اللي يموله أصلا؟ مع ذلك يعني 16 سنة من كان يصرف على الشعب الصومالي؟ من كان يعطي له؟ الشعب الصومالي قدر بفضل الله وحمده أن يعيش في كل هذه الظروف، واستمر ودافع وناضل عن كرامته ودينه وأهله. الإعلام الغربي يصفكم أنكم لستم سوى صورة بديلة لحركة طالبان التي ظهرت في أفغانستان. حينما ظهرت طالبان في العام 94 كان هناك فراغ سياسي، تمكنوا في العام 96 من الانقضاض على السلطة في ظل أن الناس ملت من أيضا ما كانوا يطلق عليه أمراء الحرب هناك، وتعاطف الناس مع حركة طالبان للخلاص من الوضع الذي هم فيه. هل يمكن أن يقال بأن الصوماليين تعاطفوا معكم للخلاص من الوضع البائس الذي كانوا فيه؟ طبعا الغربيين يستخدمون إعلامهم ليحققوا مآربهم وليشوهوا سمعة الناس. أليس هذا واقعا؟ أليست هذه قراءة يمكن أن تقبل؟ أبدا. الصوماليين ملوا من أمراء الحرب ويريدون من يخلصهم أيا كان؟ أبدا أبدا. يعني آمال كانت كثيرة، ولكن النجاح أتى بفضل الله وبحمده وبقدرة المحاكم بأن تنقذ الشعب الصومالي من المأزق الذي كان فيه. هل أنتم كان لديكم مشروع للحكم، مشروع للسيطرة على الصومال، أم أن الظرف والحظ والظروف هي التي مكنتكم من ذلك؟ نحن لدينا رؤى، وهي أن الشعب الصومالي تعب من الأنظمة الفاسدة. يجب أن تكون هناك إدارات شعبية تدير نفسها. متى قررتم أن تنتقلوا من إطار أنكم محاكم تدير الجوانب الإدارية والجوانب اليومية في حياة القبائل والمجموعات من الناس إلى أن تستولوا على المدن وحتى على العاصمة مقديشو؟ متى قررتم هذا؟ أعتقد أن المحاكم لا تريد أن تستولي على مناطق، ولا تحتاج إلى ذلك، لأن المحاكم الإسلامية أبدا يعني ما كان مهمتها بأن تستولي على أماكن وعلى مدن. لكن عمليا أنتم قمتم بالحرب وقضيتم على قادة الميليشيات ويعني قمتم بمعارك. هذه الحروب أتت من قبل أمراء الحرب ومن قبل دول الأعداء التي نظمت هذه الحروب. يعني أنتم أجبرتم على الحرب؟ نعم أجبرنا. لم تختاروها؟ لم نختر أبدا. لم تخططوا لها؟ أبدا. ولم تسعوا لتحقيق ما حققتموه؟ أبدا أبدا.
هل كنتم تتوقعون الاندحار السريع الذي تم خلال 4 أشهر فقط؟ تمكنتم من الاستيلاء على معظم أرجاء الصومال؟ لا أبدا، هذا بفضل الله وبحمده وبفضل الشعب الصومالي الذي وقف معنا. ما هي القوات التي تتكون منها قوات المحاكم الشرعية؟ قوات المحاكم تتكون من شباب المتطوعين. كلهم متطوعون؟ متطوعون، نعم. ليس لديكم جيش منظم؟ لا أبدا. هل تسعون لتأسيس جيش منظم؟ طبعا يجب أن ينظم هذه القوة. لا، ما تقوليش يجب أن ينظم، ده أنا لا أقول يجب مثلا أو أي حد مراقب، لكن أنت كمسؤول كرئيس للجنة التنفيذية للمحاكم، نعم. هل لديكم مخطط لتنفيذ هذا لتأسيس جيش منظم للمحاكم الشرعية؟ مسألة الجيش لا نقول، لكن نقول مسألة يعني نحن نخطط لأن تكون هناك قوة منظمة تعمل في هذا المجال. ميليشيات على غرار ما سبق؟ أبدا، لا نقول ميليشيا. ما شكلها؟ لأن قوات شرطة أمنية، قوات دفاع عن البلد. يعني كيف تضبطون الأمن الآن في الصومال؟ الآن بفضل الله وحمده انضبط باندحار القوات المناوئة للمحاكم الإسلامية، والآن قوات المحاكم منتشرة في جميع المناطق التي تسيطر عليها المحاكم الإسلامية. طيب القوات منتشرة، ماذا تفعل هذه القوات؟ يعني تثبت الأمن والاستقرار فقط؟ ليس لديكم مشروع إداري للدولة لمؤسساتها؟ المشروع الإداري يجب أن يكون من الشعب الصومالي. الشعب الصومالي يريد من يقوده ومن يوجهه، وأنتم الآن على رأس القيادة، أنتم الحكومة والرئاسة. نحن نريد أن نحرك الشعب الصومالي ليدير نفسه لئلا ينوب عنه أحد. هل شعب منهك الآن 16 عاما في الحروب الأهلية والاحتلالات، وقبلها 40 عاما مع سياد بري وغيره، شعب منهك الآن منذ استقلاله في العام 60 وكان محتلا قبل ذلك، طوال هذه 45 عاما والشعب يستنزف الآن، وتريد من الشعب فجأة أن يأخذ القرار؟ أما تخشون من الفوضى؟ طبعا سيكون هناك إعداد إعداد الشعوب يستغرق سنوات. لا يستغرق سنوات. قل لي، ما هي المخطط اللي في ذهنكم لإعداد الشعب؟ إعداد الشعب أن يكون هناك تنظيمات شعبية، مثلا ربط الجوار فيما بينهم وربط إدارات محلية، ثم بعد ذلك أن ينتخبوا قياداتهم. يعني الآن ستعملون انتخابات محلية؟ ستسمحون بمجتمع مدني يؤسس في الصومال؟ نعم. تسمحون بقوة معارضة لكم؟ لا مش هذه. من يعارض؟ نحن نريد أن نسلم كل ما لدينا للشعب الصومالي. يعني أنتم الآن من يعارضون؟ الآن كمحاكم شرعية لا تخططون للبقاء في السلطة، وإنما أنتم مرحلة انتقالية؟ نعم. مدة هذه المرحلة كم؟ لم نحدد بعد. يعني ستظلون موجودين في السلطة إلى أن تتهيأ الظروف للنقل؟ نحن الآن بدأنا يعني في هذا الاتجاه نعمل وخططنا لهذا. ممكن تذكر لي خطوات محددة الآن؟ ما الذي تسعون أو ما الذي تقومون به فعليا من أجل تهيئة الشعب الصومالي ليختار حكومة بنفسه ونظام حكم يدار به؟ نعم. الآن المسألة الأولى هي مسألة ربط الجوار. يعني ما مفهوم ربط الجوار؟ خليني أعطيك أنا. تفضل. مثلا بالنسبة للشريعة الإسلامية يعتبر جارك 40 بيتا من الشمال، و40 بيتا من الجنوب، و40 بيتا من الشرق، و40 بيتا من الغرب. ما شاء الله. يعتبر 160 بيت يعتبر جارك أنت. هذا الجار يربط بما يسمى وحدة الجوار. وحدة الجوار هذه سيكون لها إدارة صغيرة. أسستم بعضها أم لازلت؟ لا يعني عملنا تخطيط وبدأنا عمل فيها. عملنا فيها. ما طبيعة علاقة وحدة الجوار هذه؟ وحدة الجوار هذه أولا ستكفيك مسألة الأمن. ستكفيك عن مسألة إذا كان هناك شخص مريض، إذا كان هناك مثلا إنسان فقير. تكافل تام. وتطلع منها الإدارة نفسها للمنطقة وللحي. ثم بعد ذلك يربط. ينتخبونها؟ نعم. يعني لا تعين من قبلكم؟ لا أبدا. لو جاء حي أو منطقة معينة وقالوا نحن اخترنا هؤلاء ليمثلونا، هذا ما كنا نريده. هل سيكون هذا بداية لتأسيس برلمان مثلا؟ نحن نريد أن نقول شورى. نعم. لا نقول برلمان، نقول أو شورى. مجلس شورى يعني. نعم، مجلس شورى. نعم. عفوا، المصطلحات الغربية تغلب. نعم. في بعض الأحيان. نعم.
من الاستخدام الإعلامي. نعم. لكن تسعون من خلال هذا لإنشاء مجالس شورى مجالس صغيرة في كل منطقة. في كل منطقة. بعد ذلك يجمع أمناء مجالس الشورى سيكونون إدارة الشورى المحلية الحي. رؤيتكم للمدة الزمنية، كل مشروع وكل مخطط بيحتاج مدة زمنية للتطبيق. ما هي المدة التي تتوقعون أن تنجحوا فيها مع الشعب الصومالي في تطبيق هذا النموذج؟ أعتقد من بين 6 شهور إلى سنة استغرق. يعني نستطيع أن نقول خلال سنة من الآن. نعم. ستكون هناك مجالس شورى منظمة إن شاء الله. وربما مجلس شورى عام لكل الصومال. نعم. لكن ليست كل المناطق يعني خاضعة لكم. المناطق التي خاضعة لسلطتنا سنبدأ فيها، والشعب الصومالي إذا رأى هذا النموذج سيعمل هذا النموذج نفسه بإذن الله الكريم. لكن نسبة كم من الصومال تحت سيطرتكم؟ إذا الأماكن التي توجد تحت سيطرة المحاكم الإسلامية هي مناطق التي يعتبر الكثافة السكانية العالية. نعم. نسبة كم من السكان؟ لأن الصومال سواحلها تزيد على 3000 كيلومتر. نعم. وبلاد ممتدة وصحاري. لحظة، خليني أقول لك مثلا بالنسبة للعاصمة 2.5 مليون إلى 3 مليون. شبيل السفلى وشبيل العليا أكثر من 4 مليون. يعني الآن 6 مليون ونصف. 6 مليون. وشوف منطقة هيران ومذوق وغيرها. يعني ممكن أن يصلوا إلى 8 مليون. نعم. تحت في المناطق التي تخضع لسيطرتكم. نعم. وخلال عام هذه المناطق سوف تشهد نظام كما تقولون أنتم هو نظام قائم على أسس إسلامية. نعم. هذا المشروع وضعتم من أين استمديتم هذه الفكرة؟ أولا نظام الجيران كان موجود في عهد سياد برع، يعني بدأ. نعم. ولم يعمل. والنظام رغم أن سياد بري كان نظام اشتراكي وأعلن الشيوعية كمان. نعم منها. نعم. لكن المرجعية الآن مرجعة إسلامية وليست مرجعية اشتراكية. والشورى طبعا موجودة في الإسلام. طيب الآن هذا الوضع سيقود خلال عام إلى ربما أو أقل انتخاب مجلس شورى. نعم. مجلس الشورى هذا هل تنوون أن ينتخب حكومة في تلك المناطق التي تخضع لسيطرتكم؟ نعم، هو الذي تؤول إليه السلطة الحقيقية. معنى ذلك أنكم تخططون أنه خلال عام ستكون هناك سلطة مدنية واضحة موجودة في السودان من خلال هذا النظام؟ في الصومال بإذن الله. في الصومال عفوا من خلال هذا النظام؟ بإذن الله الكريم. ماذا عن الحكومة القائمة والرئيس؟ الحكومة القائمة نحن في تفاوض معها. حولها. نعم. حول إيه؟ حول يعني أن توفق الجهود. ليس لأحد أن يستبد بالحكم. الشعب الصومالي تعب. نعم. فالشعب الصومالي يجب أن يرجع إليه القرار وإدارة الأمور. معنى ذلك أنكم هذا النظام الذي تقودونه سيقود إلى إقصاء هذه الحكومة عما تقوم به في النهاية عبر استنادكم إلى الشعب الصومالي الذي ساعدكم في إقصاء قادة الميليشيات؟ أبدا، الهدف منها إمكان تمكين الشعب الصومالي بأن يقود نفسه وبأن يدير أموره، لأن الشعب الصومالي جرب الأنظمة المختلفة، أنظمة الديمقراطية، أنظمة الشيوعية، أنظمة قبلية. فالهدف منها أن يتمكن الشعب الصومالي بإدارة نفسه وبأن يكون هو صاحب القرار وصاحب المرجعية. هل لديكم تفاوض مع الأقاليم الأخرى؟ يعني عندنا بلاد بنت، كان جنوب غرب السودان، أرض الصومال، أوغادين، غيرها. هذه المناطق هل تسعون؟ حلم الصومال الكبير هو حلم قائم منذ الاستقلال وقامت حروب كبيرة وكثيرة من أجله. الصوماليون متفرقون في بلاد الجوار، 6 مليون في إثيوبيا، هنا ملايين في الدول الأخرى. ما الذي تسعون فيه في هذا الإطار؟ الآن تركزون فقط على ما تحت أيديكم كمرحلة؟ نعم، المرحلة الأولى هي مرحلة التركيز على إدارة أو إمكانية أن توجد إدارات محلية في المناطق التي توجد تحت سيطرة المحاكم الإسلامية كمرحلة أولى. نعم. ثم بعد ذلك الشعب الصومالي هو سيكون صاحب القرار. يعني لازال شكل المحاكم الإسلامية واتهام المحاكم الإسلامية أنها صورة من طالبان لازال هو الغالب في وسائل الإعلام حتى الآن، حينما أوفدتم موفدكم للعلاقات الخارجية إلى السودان من أجل التفاوض مع الحكومة تحت رعاية الجامعة العربية، وهو الدكتور إبراهيم حسن. الدكتور إبراهيم حسن يحمل الجنسية الأمريكية، أستاذ في جورج تاون،
يعني هذه الصورة تختلف تماما عن صورة شيوخ المحاكم الإسلامية، نعم. الدراويش، الطالبان، طلبة المدارس، يعني هذه النماذج. هل يوجد من الصوماليين من لديهم مستوى تعليم عالي وتكنوقراط وكذا منضمين إليكم يشاركون في الإدارة، أم أنكم فقط أردتم أن تقدموا هذا كواجهة لتقولوا للناس نحن لسنا طالبان؟ أبدا، يعني المحاكم الإسلامية عبارة عن خليط من الناس أو عجينة من أنواع مختلفة من الشعب الصومالي. يعني فيهم المثقفين الذين مثلا مثل بروفيسور، يعني هذا وصل لمرحلة بروفيسور في العلم. نعم. معه دكتور محمد علي إبراهيم، معه في العلاقات الخارجية. والأغلبية تخرجت عن جامعات. يعني أغلبيتكم أنتم. أنت درست القانون مثلا؟ يعني مثلا أنا درست القانون، وكثير من الناس درسوا مجالات عدة. نعم. وطبعا الناس شيئا لا يعرفونه إذا وجدوا سينقلونه إلى ما عرفوه من قبل. هذا من طبع الناس. يعني لا الناس لا يريدون أن يتعبوا وراء المعرفة. يعني أنا إذا مثلا سمعت فلان الفلاني يجب أن أبحث بمعرفتي. العلاقة الآن مع تنظيم القاعدة أيضا توصمون بها. رئيس مجلس الشورى لديكم متهم على قائمة الإرهاب الأمريكية، الشيخ حسن ظاهر عويس. حينما أعلن اسمه يعني حتى الرئيس بوش نفسه يعني تكلم عنه. هل كل هذه الأشياء أما تعتبركم أنتم التحالف الذي قام ضدكم وكانت الولايات المتحدة تدعمه كان تحالف ضد الإرهاب على اعتبار أنكم إرهابيون؟ هو كلام ارتزاق، سياسة البيع والشراء. لكن هي السياسة التي تسيطر على الإعلام، وهي اللغة التي تغسل عقول الناس في النهاية. بس هي طالما هي سياسة مبنية على الخطأ وعلى العداء لا تفيد شيئا، والحقيقة هي التي ستبقى. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة نحن أبناء الشعب الصومالي ليس لنا علاقة بتنظيم القاعدة، ولسنا القاعدة ولسنا طالبان، وإنما نحن صوماليون. قضيتنا قضية محلية وليست قضية عالمية.